السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان. حلقة جديدة مع كورة مع الزنفولي. أهلا بكم. النهارده يا جماعة طالع أتكلم معاكم على بطولة مهمة جدا للنادي الأهلي، وهي بطولة كأس العالم للأندية 2025. بطولة بتضم 32 فرقة من أقوى الفرق الموجودة في العالم. لك أن تتخيل عزيزي الأهلاوي البطولة دي جوائزها وصلت ل 64 مليون دولار. فالأهلي لازم يستعد للبطولة دي بأقصى قوة، يستعد من صيف 2025 باشتراك لعيبة قوية جدا تنفع النادي الأهلي البطولات الجاية وينافس في بطولة كأس العالم للأندية. لك أن تتخيل البطولة دي اللي هيلعب فيها مين يا جماعة؟ هيلعب فيها ريال مدريد، مانشستر سيتي، تشيلسي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، بنفيكا. لك أن تتخيل بطولة فرق قوية جدا هتلاعب النادي الأهلي. فلازم الأهلي يستعد بكل قوة ليقدر ينافس في البطولة كأس العالم للأندية 2025. ومن قناة الزنفولي قدمت 3 لعيبة أقوياء جدا ومهمة جدا. الأهلي لازم يتعاقد معاهم عشان يقدر ينافس في بطولة العالم للأندية. نبدأ بأول لعيب وهو عطية الله، يحيى عطية الله. باك شمال قوي جدا يا جماعة، باك شمال زي ما بيقول الكتاب. لعيب عنده 28 سنة، كان أساسي في فرقة الوداد المغربي، لعيب خبرة، أخذ بطولات كتير مع الوداد. لعيب في منتخب المغرب، لعيب دولي. ده الأكتر لعيب اللي يقدر يبقى مكان علي معلول. علي معلول خلاص يا جماعة 34 سنة، مش هيقدر يديك الفترة القادمة. فأنا من دلوقتي بقول للنادي الأهلي يحيى عطية الله هو اللعيب اللي لازم تجيبه فترة الصيف الجاية. يحيى عطية الله يا جماعة محترف في الدوري الروسي، فالأهلي ممكن بسهولة جدا يا جماعة يشتري يحيى عطية الله، لعيب مهم جدا في الباك الشمال. الأهلي عنده ثغرة قوية جدا في الباك الشمال، فالأهلي لازم يجيب يحيى عطية الله لينافس على البطولات وينافس في كأس العالم للأندية. وده أول لعيب معانا، يحيى عطية الله. اللعيب الثاني الأهلي لازم يموت نفسه عشان يجيبه، جاكسون موليكا. الأهلي بقاله 3 سنين مش عارف يجيب جاكسون موليكا. لعيب صندوق، لعيب تقيل قوي يا جماعة في المهاجم، لعيب صراحة بيعرف يتحرك كويس جدا في منطقة الجزاء. لعيب الأهلي لازم يجيبه، لعيب عنده 24 سنة لسه صغير، لعيب هيدرز عالي قوي، لعيب عنده خبرة، لعيب قبل كده لعب في أفريقيا فعارف أفريقيا، وممكن يديك في كأس العالم للأندية 2025. أنا شايف جاكسون موليكا يبقى بدل موديتس في الصيف الجاي. الأهلي يقدر يجيبه يلعب مع النادي الأهلي سنة قبل كأس العالم للأندية، يتأقلم مع النادي الأهلي. النادي الأهلي يقدر ينافس في بطولة العالم للأندية. اللاعب الثالث اللي معانا مين؟ لعيب مين يا جماعة؟ مكوينة. مكوينة طبعا الأيام اللي فاتت دي الناس كلها بتتكلم عليه، اللي هو جاي النادي الأهلي. أنا شايف مكوينة لعيب تقيل قوي في خط النص، لعيب بيقدر يدافع كويس قوي ويقدر ينقل لك الهجمة بسرعة جدا، لعيب رجليه تقيلة قوي على الجون. شفناه يا جماعة الجون اللي دخله في المغرب في البطولة الأفريقية. لعيب بيعرف يحط فاولات حلوة قوي، لعيب دبابة في خط النص. أقدر أجيبه بدل ديانج. لعيب يا جماعة عنده 26 سنة، لعيب لسه صغير،
يقدر يديك الفترة اللي جاية. تخيل انت يا عزيزي الاهلاوي لعيب زي مكوينة بيلعب جنبه امام ومروان عطية، خط نص ناري يا جماعة، خط نص هيبقى قوي جدا للنادي الاهلي. فالنادي الاهلي لازم يستعد وبقوة بطولة كاس العالم للاندية بالثلاث لعيبة دول. الاهلي لازم يجيب الثلاث لعيبة دول، باك شمال رقم 6 أو 8، مكوينة بيلعب 6 أو 8، وعندك المهاجم الصريح. لازم الأهلي يجيب الثلاث لعيبة دول، وفي لعيبة المفروض الأهلي برضه يجيبهم، برضه هقول برضه عليهم الأسابيع الجاية عشان يقدر ينافس في كأس العالم للأندية. متنسوش يا جماعة الاشتراك في الكورة مع الزنفولي وقناة محمود الزنفولي على الفيسبوك يا جماعة، على قد ما تقدروا شير الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.